20 جنيه؟ ده لو البنك خد باله ان انا معايا 20 جنيه بس هيفتح لي صندوق تبرعات. لا كده مش هينفع، انا لازم الاقي شغلانه. ماما ايه رايك اساعدك في البيت؟ والله يا ريت يا اسراء. عايزاني اعمل لك ايه؟ اعملي المطبخ والحمام، اصلهم بيتعبوني قوي. بس كده عينيا. ماما انا خلصت، ايدك بقى على 200 جنيه. 200 جنيه ايه؟ امشي يا بنت، ده انا اخر ادعي لك دعوتين. اعمل ايه انا دلوقتي؟ اسراء، انا كنت بدور في الجورنال ولقيت لك شغلانه لايقه عليكي بالملي. بجد هي ايه؟ مربيه اطفال. مربيه ايه؟ انا عايزه اللي يربيني. يا بنتي اسمعي كلامي، ده اللي حاطط الاعلان مليونير. بجد وريني كده. انت بتهزر يا نور؟ ده طالب واحده خريجه وانا لسه بدرس، وطالبها بتتكلم 7 لغات وواخده كورس في الاسعافات الاوليه. ما تقلقيش، انا هخلي صاحبي يفبرك لك سي في انما ايه عنب. مستحيل يا استاذ كريم، انا باكد لك انك مهما دورت مش هتلاقي احسن مني الوظيفه دي. فعلا السي في بتاعك مبهر، تقدري تبداي من النهارده. دول الاولاد، الصغيره ليلى والكبيره مريم، وده جزء من مرتبك. بابا هي بتعرف تطبخ؟ بصراحه لا. ايوه طبعا، ده مكتوب في السي في بتاعها انها كانت الطباخه الشخصيه للشيف الشربيني نفسه. طب حس كده بقى، انا نفسي في حله محشي ورق عنب يا طنط. بس كده عينيا يا حبيبتي. ايوه يا ماما، بنتك في خطر ومحتاجه حله ورق عنب حالا، انت قدها صح؟ امشي يا بنت من هنا، بلا خطر بلا نيله، ان شاء الله تكوني مخطوفه، مش هقوم من مكاني. هديك 50 جنيه ساعه زمن وحله المحشي تكون عندك، ده انت بنتي حبيبتي. اوعي تروحي تقولي لهم ها. الله تسلم ايدك، طعمه حلو قوي. دي اقل حاجه عندي يا مريم يا قمر. بابا كان بيعمل لي الاكل ده زمان قبل ما يشتغل شغله الجديد. الا قولي لي يا مريم، هو بابا بيشتغل ايه؟ ده سر، بابا قال ما ينفعش نقول لاي حد. مين اللي عمل الاكل ده؟ انا مش قلت 100 مره المحشي ما يتعملش في البيت؟ انا اللي عملته، انا مربيه الاطفال الجديده. وحضرتك مين؟ انا سوزي مرات استاذ كريم، وبكره المحشي، قومي ارميه دلوقتي. لا ارجوكي انا نفسي فيه. هو حضرتك ضربتيها ما ليه؟ تتدخليش في حاجه يا حبيبتي، كريم سايب لي تربيه الاطفال. مريم انت كويسه؟ ما تقلقيش، انا هقول لباباكي. مش هيصدقك يا اسراء، هي دايما بتبين نفسها طيبه قصاد. انا هتصرف. استاذ كريم انا كنت عايزه اقول لحضرتك. اكيد عايزه المرتب بتاعك، خدي دول عشانك. يلا انا متاخر على الشغل جدا. ايه ده؟ هو اللي في جيب حضرتك ده مسدس؟ اسمعي اللي هقوله كويس، طالما اشتغلتي في البيت ده يبقى لازم تبقي ما بتسمعيش ما بتتكلميش وما بتشوفيش، فاهمه؟ ازاي يعني؟ المفروض احس بالامان في المكان اللي بشتغل فيه. طالما اشتغلتي في البيت ده يبقى انت في امان. طيب انا كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه عن مراتك الجديده. مالها؟ كيمو حبيبي عامل ايه؟ كنت عايزه تقولي حاجه يا حبيبتي؟ لا ولا حاجه، انا كنت عايزه اقول له بس ان انت زي القمر. واحلى من القمر. ما صدقكيش يا اسراء صح؟ لا بس ما تقلقيش انا هتصرف. بس يا روحي بس. يا ابني ما تزعلش بقى، انا اصلا بكرهه، هناخد فلوسه ونمشي زي ما اتفقنا. اسراء انت واقفه بتعملي ايه عندك؟ انت ما سمعتيش اي حاجه صح؟ انا سمعت كل حاجه. لا ما سمعتيش، والفلوس دي هتبقى بتاعتك لو قفلتي بقك خالص، فاهمه؟ وتوته توته خلصت الحدوته. شكرا انك بتحكي لنا القصص، انا كان نفسي ماما تحكي لنا. ما تحكي لي عن مامتك يا مريومه، شكلي احبها قوي. انا ما اعرفش ولا مامتي ولا بابايا الحقيقيين. ايه ده؟ امال الاستاذ كريم يطلع مين؟ بابا كريم هو اللي اتبنانا انا واختي ليلى. يا حبايبي انا كده لازم احكي لاستاذ كريم عن كل حاجه. استاذ كريم انا كنت جايه كيمو انت ما عرفتش اخر الاخبار؟ ايه؟ المربيه اللي انت جايبها لعيالك طلعت مش مربيه اصلا، وكل المعلومات اللي في السي في بتاعها مضروبه. انا هشرح لحضرتك. انا ما بحبش الكدابين يا اسراء، انت مرفوضه. على فكره انا كنت جايه اقول لحضرتك ان سوزي متجوزاك عشان تسرق فلوسك، وانا سمعتها وهي بتتكلم مع حد تاني وبيتفقوا مع بعض في التليفون. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت شكلك اتجننتي خالص. لو كنت كدبتي عليا مره فانا مش هسيبك تكدبي عليا تاني. اطلعي بره ومش عايز اشوف وشك تاني هنا. هاتي ليلى، هاتيها بقولك. انت رايحه فين يا حلوه؟ انت صدقتي ان واحده زيك هيبقى معاها الفلوس دي كلها ولا ايه؟ ده في احلامك. امشي يا بنتي يلا من هنا. مريم وليلى وحشوني قوي. انا حاسه ان انا سبتهم لوحدهم، مش هينفع، انا لازم اروح لهم. طنط سوزي هو الراجل ده ضرب بابا ليه؟ اخرسي يا بنت انت وهي. سوزي الحقي، في واحده هناك بتراقبنا. امسكها بسرعه. تعالي هنا، تعالي. يا بنتي انت ما بتتعبيش، ابعدي عننا بقى قرفتينا. بصي بقى، انا يمكن اكون مش مربيه اطفال وما بعرفش اتكلم 7 لغات والسي في بتاعي كله مفبرك، بس في حاجه واحده حقيقيه وانا ما كتبتهاش في السي في بتاعي. ايه هي؟ ان انا بعرف اتخانق يا سوزي. تعالي لي بقى. اسراء الحقينا. تعالوا يا حبيبتي، ما تخافيش، انتوا في امان. استاذ كريم حضرتك كويس؟ ايوه، انتوا كويسين يا حبايبي؟ ايوه اسراء انقذتنا. هي كده اسراء ينفع تفضل معانا يا بابا؟ ايوه هتفضل معانا، ويا ريت تسامحني على الطريقه اللي انا عملتها بيها دي. انا كان في حاجه مهمه لازم اسراء يا لهوي، لازم ما تتحركش 9 شهور. طب هتاكل وتشرب ازاي بس؟ اسراء العداد بتاعك فاضل له كام ثانيه، اثبتي واوعي تتحركي. يعني ايه؟ مش فاهمه. اثبتي بس وهفهمك بعدين.
الحمد لله 3 ساعات بس. يا لهوي انا ظهري اتكسر. هو احنا ليه لازم نعمل كده؟ عشان ده النظام هنا، لازم نتحرك ونثبت حسب عداد الحركه. حاجه تقرف. اسراء الحقيني. ايه في ايه؟ امتحاني بعد نص ساعة والعداد بتاعي هيخلص كمان 5 دقايق، ينفع تديني ساعتين بس من وقتك؟ ماشي، اهم حاجه انك تنجحي. شكرا يا اسراء، انا عمري ما هنساها لك ابدا. لو سمحت بكام الموبايل ده؟ ب 7000 جنيه. شكرا. بس تقدري تدفعي بالوقت برضه. بجد بكام؟ 5 ساعات حركه. يا ريت. اتفضلي. شكرا. واشتريت له جراب بنص ساعه كمان، ده كده حلو قوي. عرفت اللي اتغير في السيستم؟ ايه؟ العداد دلوقتي بقى ممكن يمنعك عن الحركه لمده اكتر من 48 ساعه. 48 ساعه؟ ايوه، واختك جالها انها تثبت لمده 30 ساعه. يا لهوي انا لازم اروح اطمن عليها. ربنا يكون في عونها. ايه ده؟ في حاجه غلط في العداد، انا كان فاضل لي ساعتين يا بابا. انا كان في حاجه مهمه لازم اسراء يا لهوي، لازم ما تتحركش 9 شهور. طب هتاكل وتشرب ازاي بس؟ كده عدى 10 ساعات. ما تخافيش انا جنبك. بنعتذر عن الخطأ اللي حصل في السيستم، تقدري تتحركي دلوقتي. بابا انا مش قادره، هموت من جوه العطش. هروح اجيب لك حاجه تاكليها دلوقتي حالا. يا ولاد عندنا ليكوا خبر جديد. ايه؟ عداد الحركه اتلغى؟ لا، المدرسه هتعمل تجربه، هنختار حد منكم عشان يكسر القواعد ويتحرك لما عداد الحركه بتاعه يخلص. لا طبعا. ازاي يعني؟ انتوا عايزين تخلصوا مننا ولا ايه؟ هدوء. دلوقتي احنا محتاجين متطوعين، وبنأكد ان هم هيمضوا على تنازل. احنا مش مسؤولين لو حصل لهم اي حاجه خلال التجربه. انا عايزه اجرب. اسراء لا ما تعمليش كده. كل واحد من المتطوعين قصاده ورقه واحده منهم بس اللي عليها علامه صح. اللي هتطلع الورقه دي بتاعته هو اللي هيكسر القواعد. انا اللي معايا الورقه. اسراء فاضل ثواني على التجربة، جاهزة؟ جاهزه. اسراء ما تعمليش كده، انا خايف عليك. بابا ابعد من هنا ارجوك. يلا يا اسراء اتحركي بقى. مش قادره اتحرك، خايفه قوي. هتتحركي بالذوق ولا نحركك احنا؟ لا خلاص انا هتحرك. الحقوا يا جدعان، ما حصلش حاجه. سلمى بصي في وشي كويس، حصل له حاجه؟ ولا حاجة، لسه وحشة زي ما انت. ليكي نفس تهزري دلوقتي؟ مين قالك ان انا بهزر اصلا؟ اسراء انت كويسه؟ ما تقلقش يا بابا انا بخير. انا كنت خايف قوي على دماغك انها تنفجر. ليه؟ هو انا كان ممكن دماغي تنفجر؟ ما تخافيش، واضح انها كانت اشاعات. كنا دايما بنسمع ان اللي هيتحرك دماغه هتنفجر. الحمد لله. انت اسراء؟ ايوه انا. احنا من اداره السيستم، تعالي معانا حالا. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزينك تقولي لنا انت ازاي كسرتي القواعد. انا ما كسرتش القواعد، انا اتحركت بالغلط. خلاص فات الاوان. ايه؟ دماغي هتنفجر صح؟ ايه؟ هترموني في الصحراء وتنسوني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هتحبسوني تحت الارض، انا كنت عارفه. يا بنتي ايه الخيال العلمي اللي في دماغك ده؟ احنا عايزين نقولك ان اللي بيكسر القواعد بيبقى حر وبيتحرك وقت ما هو عايز. مبروك. بتهزر. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، جبنا لك هديه عيد ميلادك. بجد؟ ايوه اهي. ايه ده؟ جيلي؟ يا اسراء دي جيلي سحريه. ازاي يعني؟ جربي. ماشي هبدأ باللون الأحمر. يا لهوي ده أنا كده هعطس طول اليوم. ولا يا زياد قوم هات لأختك كوباية مية. مش قايم. ماشي وأنا هقول لبابا على مريم يا بتاع مريم. خلاص هجيبلك، خدي. هي مالها شكلها غريب كده ليه؟ ولا يا زياد أنت تافه فيها؟ لا طبعا. يا زياد يا معفن. سارة أنت ذاكرتي كويس الامتحان النهاردة؟ ده انا ما فتحتش الكتاب. بجد؟ صدقيني معرفش المادة بتتكلم عن ايه اصلا. ابعدي عني يا اسراء، انت عندك برد. لا عندي كدب. سارة أنا مش عايزة أعرفك تاني. حبيبي عامل إيه؟ مبسوط اني شفتك. عمر أنت كنت عايز تعمل أي حاجة تاني غير إن أنت تشوفني؟ لا طبعا. عمر أنت بتخوني. يخرب بيتك، لا في ماتش في كاس العالم بعد 5 دقايق وبصراحه لازم اشوفه. سلام. أنا القدرة دي خلتنا تصدم في كل الناس. أنا هجرب قدرة تانية. أيوة يعني إيه هي القدرة؟ إيه الغلاسة دي؟ ماما عملتي الفطار؟ لسه. ايه اللبس اللهبل اللي هي لابساه ده؟ مش غريبه انه خطيبها عمال ياجل في الفرح، تلاقيه بيراجع نفسه. ماما أنت قلتي حاجة؟ انت اتجننتي يا اسراء، انا ما فتحتش بقي. طب إيه رأيك في الطقم اللي أنا لابساه؟ هياكل منك حته، ده شكله يقرف. شكرا يا ماما. يا لهوي القدرة طلعت إن أنا بعرف أقرأ الأفكار. أمال أنت فاكر إيه؟ عمر حبيبي أنا آسفة إن أنا ضايقتك امبارح. ولا يهمك يا حبيبتي، كلها كام يوم واخلص منك واخطب البنت اللي بحبها بجد. عمر هو أنت ما بتحبنيش؟ لا طبعا بحبك، ده انا ما بطيقكيش يا شيخه. أمال هتتجوز واحدة غيري ليه؟ انت عرفتي منين؟ انت ساحره. سلام يا عمر، ربنا يوفقك معاها. سلمى أنا مش مصدقة إنه طلع بيخوني. ما تعيطيش، امال لو عرفت ان هو بيخونها معايا. إيه؟ بيخوني معاكي؟ انت اتجننتي؟ معقول اعمل فيكي كده؟ ده انا اعمل كده وكده وكده. سلمى أنا مش عايزة أعرفك تاني. أنا اتدمرت خلاص، مش عايزة أقرأ أفكار حد تاني. أما نشوف إيه هي القدرة الجديدة. ما تقولي يا عم إيه هي القدرة؟ خلاص يا عم ده أنت كاريزما جدا. صباح الخير على المتخزوقه. صباح النور. إيه يا ماما الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ هو انا قلت
حاجه غلط؟ ما انت لسه متخزوقه من خطيبك وصاحبتك. ماما انت سايبه اكل على النار؟ يا لهوي المسقعه، انت انقذتيني يا بت. هو انت عرفتي منين ان الاكل بيتحرق؟ من الخازوق. يا زياد احنا رايحين فين؟ هعزمك على ايس كريم وانسيكي عمر ده خالص، ما انا مش هسيب اختي كده. استنى يا زياد ما تعديش. الحمد لله ان انا ما عدتش، العربيه دي كانت هتخبطني. هو انت شفتيها ازاي؟ جات لي قدره جديده. ادعي لي بقى، انا داخله الامتحان. ربنا مع مريم ما تدخليش الامتحان. نعم، انت بتهزري يا اسراء. انا عارفه ان اللي بقوله غريب بس انت لازم تصدقيني. ماشي، هثق فيكي. احنا قدام اللجنه، هو الامتحان زي الفل، منك لله. ايه الكسفه دي؟ الحقونا اللجنه بتولع، اجروا يا جدعان. انا زهقت من القدره دي، انا عايزه قدره تنفعني انا. خلاص انا اتعودت، هروح اكتشف القدره بنفسي. ايه ده يا ماما؟ عامله سمك؟ انت مش عارفه ان انا ما بطيقهوش؟ نفسي في مره تديني 200 جنيه وتقولي لي خدي اطلبي لك بيتزا على الغدا. خدي اطلبي لك بيتزا على الغدا. هي دي القدرات ولا بلاش؟ يلا يا اولاد اجهزوا عشان عندنا امتحان مفاجئ. هو كل شويه امتحان مفاجئ؟ ماشي انا هتصرف. دكتور، ايوه انا نفسي ان حضرتك تغششنا كلنا اجابات الامتحان ده. بس كده، ركزوا معايا يا اولاد. اجابه السؤال الاول، اتمنى ايه دلوقتي؟ تصدقي ان انت قدره جدعه؟ انا عارفه انا هعمل كده ازاي. عمر، اسراء انت عايزه ايه؟ هو انا مش سبتك وخطبت صاحبتك؟ عايزه مفتاح العربيه بتاعتك عشان اخبطها. خدي. والفيزا بتاعتك عشان هشتري بكل الفلوس اللي فيها ميك اب. اتفضلي وعقد الشقه بتاعتك. اتفضلي. روح بقى للسنيوره وريني هتتجوزوا ازاي. انا عايزه قدره جديده. ايه ده؟ الكيس خلص. ايه الملل ده؟ وانا مالي بلونه المفضل ولا حتى اكلته المفضله؟ هو احنا هنلعب اتوبيس كومبليت؟ احمر، في ولد لونه المفضل هو الاحمر. تفتكري يكونش اهلاوي يا بنت يا ساره؟ مش مهم، روحي البسي لك طقم احمر. ليه يعني؟ عشان كلنا عملنا كده، لبسنا لون توأم روحنا المفضل عشان نلاقيه بسرعه. ماما انا رايحه المدرسه. نهارك اسود، مش لابسه احمر ليه يا بنت؟ عشان انا ما بكرهش في حياتي قد اللون الاحمر، وكمان مش مهتمه الاقي توأم روحي. اسراء انت بتضحكي على ايه؟ ايه اللون اللهبل اللي انت لابساه ده يا ساره؟ ده اخضر في حلقي، لون توأم روحي. ده لونه عبيط قوي. ساره حبيبتي اخيرا لقيتك. اديني لقيت توأم روحي، مش زيك. كارما وحشتيني. وانت كمان، انا عندي ليكي خروجه جامده، حفله الامير النهارده بالليل. هيبقوا عاملين اكل حلو؟ اكل ايه بس؟ دول عاملينها عشان الامير يلاقي توأم روحه، لازم تيجي لابسه اللون اللي مكتوب لك والا مش هيدخلوك. انا مش طايقه حوار توأم الروح ده، بس هاجي عشان خاطرك بس انت يا كارما. ماما انا رايحه الحفله. الحفله دي ممله قوي. هي كارما فين؟ اتاخرت قوي. كارما انت لابسه احمر ليه؟ عشان ده لون توأم روحي. انت اللي لابسه احمر ليه؟ عشان لون توأم روحي. اكيد في حاجه غلط. لا مفيش حاجه غلط، ده لون توأم روح انا، وانت اللي كدابه. اسكتوا كلكم، الملك هيتكلم دلوقتي. احنا جمعناكم النهارده عشان الاقي عروسه ابني الامير. البنت اللي هتبقى لابسه لونه المفضل هي اللي هتبقى الاميره الجديده. انا حاسه ان انا هرجع من القلق. انا لازم اروح الحمام حالا. يعني قصر طويل عريض ما فيهوش فيه حته حمام؟ انت يا استاذ هو الحمام فين؟ استاذ؟ امال اقول لك ايه يعني يا باشمهندس يا اسطى؟ انجز هرجع. الحمام اخر الطرقه. وسع كده. اوف، الحمد لله الواحد ارتاح اخيرا. انت لسه واقف مكانك؟ طب روح يلا هات حاجه اشربها. هو انت مش عارفه انا مين بجد؟ انت كل شويه تقولي فوازير، ما تنجز وتقول انت مين. انا الامير يحيى، وعلى فكره حلوه قوي اللي انت لابساه ده. ودلوقتي الامير هيعلن عن لونه المفضل. انا لوني المفضل هو اللون الاحمر. يا لهوي، يعني انا كده توأم روحه؟ البنت بقى اللي لسانها متبري منها وواقفه هناك دي، تعالي هنا. انا اسفه والله، ما كنتش اعرف ان حضرتك الامير اللي ما يعرفك يجهلك. ولا يهمك، انا مسامحك عشان انت توأم روحي. تتجوزيني؟ ايه ده بسرعه كده؟ ماشي والله، ولعبت معاكي يا اسراء وهتتجوزي الامير. بس هي كارما فين؟ دي كانت لابسه احمر زيي، هي ازاي ما طلعتش وقالت للامير انها توأم روحه؟ ربنا يستر. ودلوقتي هتبدأ مراسم فرح الامير. يا رب كارما تفضل مختفيه. وقفوا الفرح ده دلوقتي، اسراء بتكذب عليكم كلكم، انا توأم روح الامير. انت مين ولابسه احمر ليه؟ عشان ده لون توأم روحي، واي حد غيري لابسه كداب. لا انت كدابه، ده لون توأم روحي انا. اسكتوا انتوا الاثنين، ده لوني انا المفضل، وانا هعرف مين فيكم اللي كداب. انت هتعرف منين؟ كل واحده فيكم هتقول لي لونها المفضل، واللون اللي انا هلبسه صاحبته هي اللي هتبقى توأم روحي. انا لوني المفضل هو الاسود. وانا البينك. هو اتاخر كده ليه؟ الامير لبس بينك، يعني انا توأم روحه مش انتي. شفتي؟ طلعت انا الاميره وانتي كدابه. بينك يا يحيى؟ ايوه بينك. انت ليه لسه هنا في القصر؟ انا اطلعي من بيتي يا حراميه. حراس طلعوها بره وما تدخلوهاش تاني ابدا. اخيرا هتطردي من القصر. انا غلطانه اني فكرتك صاحبتي وعرفتك على الامير. بصوا البنت اللي هناك دي. مش دي البنت اللي كانت هتخطف الامير من صاحبتها؟ ايوه ولبست احمر زيها. مش كدابه، انا فعلا لون توأم روحي المفضل هو الاحمر.
ماما انت مخبيه لبسك ليه يا بت؟ عشان انا ما كنتش عايزه اصلا البس احمر، وما كنتش مهتمه الاقي توأم روحي، ودلوقتي كل الناس فاكراني كدابه، والامير كمان طردني من القصر. الامير طردك من القصر؟ الامير اللي انا اعرفه مستحيل يعمل كده ابدا. اهو عمل. اسراء، الامير في خطر ومحتاجك تساعديه. محتاج مساعدتي انا؟ طب ما يطلب من كارما حبيبه القلب تساعده. لا، انت اللي لازم تساعديه. ازاي يعني؟ ده طردني من القصر. الامير ما طردكيش. ازاي؟ اللي طردك ده ما كانش الامير، ده كان اخوه التوأم. هو الامير عنده توأم؟ ايوه، ولما الامير الحقيقي دخل جوه عشان يغير ويلبس لونك المفضل، اخوه قبض عليه وخرج هو لابس لون كارما المفضل. ثانيه واحده، يعني كده كارما هي توأم روح التوأم بتاع الامير؟ بالظبط، وهو وكارما عايزين ياخدوا العرش منكم. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم نلاقي الامير الحقيقي. وهو فين ان شاء الله؟ اكيد توأمه حبسه في حته في القصر. شغلي مخك معايا. يبقى احنا لازم نتنكر وندخل القصر وننقذ الامير. الله ينور عليكي. تعالي تعالي. انت مين ورايحه فين؟ انا الشيف الجديده، انت مش شايف ولا ايه؟ هو انت كده شيف؟ ايوه، امال ايه؟ طب اتفضلي اتفضلي. يا امير يحيى، انت فين؟ انت هنا؟ اسراء، لقيتيني ازاي؟ انا توأم روحك بقى. ايه ده؟ انت لابس اسود؟ ايوه، عشان انت توأم روحي. بجد؟ ايوه بجد. ويلا بينا بقى عشان نوري اخويا الحرامي والنصابه اللي معاه دي مين هم الامير والاميره الحقيقيين. الاميره؟ انت برضو بتشربي تاني يا اسراء؟ انا اسفه يا ماما، بس انا عطشانه قوي. قلتلك 100 مره لما تشربي ميه كتير هتخشي الحمام كتير وهتستخدمي دقات قلب اكتر. انا مش عايزاكي تتحركي من مكانك. انا اسفه ماما، انا رايحه المدرسه. تاخدي تاكسي وانت رايحه. لو عرفتي انك اتمشيتي للمدرسه مع صاحبتك زي المره اللي فاتت مش هتشوفي المدرسه تاني. حاضر. حافظي على دقات قلبك يا اسراء. النهارده يوم رياضي، الولاد هيلعبوا كوره والبنات هيلعبوا باسكت. يلا يا اسراء نلعب، انت بتحبي الباسكت قوي. مش هينفع، اتبسطوا انتوا. برضو يا اسراء هتقعدي لوحدك وفي الاخر بتزعلي انك وحيده وملكيش صحاب. مش مشكله، انا كويسه لوحدي. ماما انا رجعت وحش. استخدمتي كام دقه قلب النهارده؟ 10,000. 10,000؟ ده كتير جدا عليكي. والله يا ماما انا فضلت قاعده في مكاني طول اليوم، بس الميس طلبت مني اجيب لها حاجه من الاوضه التانيه فجبتها لها. عارفه لو اتكررت مش هتشوفي المدرسه تاني. طب هي اختي روان عامله ايه؟ تعبانه حبيبه امها ومحتاجه دقات قلب من اختها الانانيه. حاضر يا ماما. ادي لاختي كام دقه قلب؟ اديلها 100,000 دقه. ايه 100,000 دقه؟ ايه مستكتراهم على اختك العيانه؟ لا طبعا يا ماما. بنتي يا اسراء، انا ما اتحركتش من مكاني من الصبح والله. ما انا عارفه. يلا ادي 100,000 دقه تاني لاختك. ايه 100,000 كمان؟ ما انا لسه مديها 100,000 امبارح. هي لحقت تخلصهم ازاي؟ دي قاعده في السرير طول اليوم. اهم خلصوا وخلاص. يلا اديهم لها. بس كده دقتي انا اللي هتخلص. مش مهم، اهم حاجه اختك تبقى كويسه. اسراء اوعي تنسي حفله عيد ميلادي ما بالليل. انت عارفه يا جنى ماما هتموتني لو جيت. فكك منها وتعالي من وراها. على فكره عمر جاي الحفله. بجد؟ عمر جاي؟ لا 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 مش هينفع. براحتك، خلي سلمى تخطفه منك. ماما هو انا ينفع اروح عيد ميلاد صاحبتي؟ عشان ترجعي لي صرفالي 30-40 الف دقه؟ لا طبعا. والله يا ماما مش هتحرك خالص، ولا هغني ولا هرقص، هتفرج عليهم من بعيد بس. لا برضو. يا ماما انا عمري ما رحت اي عيد ميلاد، حرام عليكي. انسي يا اسراء وما تتكلميش كتير عشان ما اقولكيش مفيش خروج خالص. اكيد مش هيحصل مصيبه لو رحت من وراها. الله، هي حفلات عيد الميلاد بتبقى حلوه كده؟ اسراء جيتي ازاي؟ مش قلتي مش هتعرفي تيجي؟ لا ما انا اتصرفت وجيت من ورا ماما. يخرب بيتك، دي لو عرفت هتيجي بوظ العيد ميلاد. وهي هتعرف ازاي يعني؟ ما هي طول النهار قاعده مع اختي. يلا يا اسراء تعالي رقصي معانا، هتنبسطي قوي بجد. لا 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 روحوا انتوا، انا هقعد هنا واتفرج عليكم. يا اسراء تعالي بقى عشان عمر يشوفك. قلتلك لا، يلا روحوا. ايه واقفه لوحدك بتفكري في مين؟ في عمر. بتفكري فيا؟ بصراحه وانا كمان بفكر فيكي. قولي لي بقى، ما اتحركتيش ليه من مكانك من ساعه ما جيتي؟ عادي انا مبسوطه كده. لا شكلك مش مبسوطه. تعالي نتمشى شويه مع بعض. لا لا مش هينفع. ما تخافيش، ربع ساعه بس وهنروح. ما تخافيش، مش هتتاخري على البيت. ماشي ربع ساعه. باي يا عمر. ماما هتهزقني على 50,000 دقه اللي انا صرفتهم، بس مش مهم. النهارده كان احلى يوم في حياتي. اسراء استني عندك، انت كنت فين؟ كنت بجيب حاجه من السوبر ماركت. وهو السوبر ماركت فتح فرع في عيد ميلاد صاحبتك؟ انت عرفتي ازاي؟ صرفتي كام دقه قلبي يا اسراء؟ روان اختي اللي قالت لك مش كده؟ صرفتي كام دقه انطقي؟ 50,000. يا لهوي يا لهوي يا ماما، دي كانت اول مره اروح فيها عيد ميلاد في حياتي. وهتبقى اخر مره. بابا انا كنت سايب امك تربيكي، بس الظاهر انها ما عرفتش، وانتي هتتعاقبي على اللي عملتيه. ده اسوأ عقاب. يا بابا حرام عليك، انا ما عملتش حاجه. كل اصحابي بيروحوا اعياد ميلاد. وانتي مش زي اصحابك. اسراء انقلي كل دقات قلبك لاختك حالا. ايه؟
كل دقات قلبي؟ ايوه، اختك عيانه ومحتاجه دقات قلبك. يا بابا روان بتخلص دقات قلبي بسرعه جدا بسبب انها عيانه. انتوا ليه مش راضيين تقتنعوا انها خلاص بتموت؟ ما هي خلاص مش هتموت، عشان انت هتنقلي لها دقات قلبك. بس انا كده اللي هموت يا بابا. مش مشكله، المهم بنتي تعيش. بس انا كمان بنتك يا بابا. لا، انت بتصرفاتك دي انت ولا بنتي ولا اعرفك. مش هتفرق، انا كده كده عيلتي مش عايزاني. انا ما متش ازاي؟ انا اديت لها كل عدد دقات قلبي، عدد لا نهائي. انا كده هعرف اعمل كل اللي نفسي فيه. شباب، احنا النهارده هنلعب باسكت. اسراء طبعا هتقعدي على الدكه زي كل مره. لا يا مستر، من هنا ورايح انا هلعب معاكم كل مره. اديني الكوره. شفتي؟ مش قلتلك ان انا بلعب حلو؟ بتلعبي حلو ايه؟ ده انت جايبه في نفسك 3 اجوان، ولو جريتي مترين بتنهجي. دي اول مره اجري من سنيني عديمه الاحساس. اسراء، هو انت ازاي نشيطه كده النهارده؟ بصي فوق كده. يا لهوي، عدد لا نهائي، جبتيهم منين؟ معرفش، هما اللي جولي وانا ناويه استخدمهم كلهم. اسراء، انت لسه عايشه ازاي؟ احنا مش قلنا لك تنقلي دقات قلبك لاختك؟ طول عمرك انانيه. انا نقلتهم لها يا ماما. وكمان كدابه. كفايه بقى، انا مش كدابه. انا بعد ما نقلتهم السيستم اداني عدد لا نهائي من الدقات. وانت قبلتي تاخديهم بدل ما تديهم لاختك؟ انت ليه يا ماما مصممه تكرهيني في اختي؟ سيبيني في حالي بقى. روان، عامله ايه دلوقتي؟ كويسه، بس دقات قلبي قربت تخلص. ازاي بس؟ انا لسه مدياكي امبارح مليار و200 مليون دقه قلب. عارفه والله، بس انا جسمي بيخلص الدقات بسرعه، معرفش ليه. انا اسفه يا روان ان انا ما بزوركيش خالص، بس انا عارفه ان ماما عماله تضغط عليكي ومخنوقه قوي انك مش عارفه تعيشي حياتك بسبب مرضي. بس في حاجه غريبه قوي يا اسراء. ايه؟ عمري ما حسيت ان انا عيانه فعلا. انت بتقولي ايه؟ ازاي يعني؟ بابا وماما دايما بيقولوا ان انا عيانه ودقات قلبي بتخلص بسرعه، بس انا عمري ما حسيت ان انا عيانه. انا حاسه ان خلاص مش مهم. يا روان حاسه بايه؟ قوليلي. اسراء، انا دقات قلبي بتخلص بسرعه لما بتكلم. نتكلم بعدين. انا متاكده ان روان اختي مش عيانه وانه في حاجه غلط، بس انا مش عارفه هي ايه. في حد بيسرق دقات قلب روان. انا متاكده انها ماما. بابا، انا مش مصدقه. ليه يعمل كده؟ بابا، انا عارفه انت بتعمل ايه. ايه ده؟ هي ريحه المحشي وصلت لك؟ 10 دقايق والاكل يكون خلصان. انا عارفه ان انت بتسرق دقات قلب روان. انت عرفتي ازاي؟ انت ليه بتعمل كده؟ عارفه يا اسراء، لو نطقتي وقلتي لحد هعمل فيكي ايه؟ ليه بتعمل كده؟ عشان محتاج فلوس. وده ايه علاقته ان انت بتسرق دقات قلب بنتك؟ عشان ببيعهم يا اسراء، ببيعهم بفلوس كتير قوي. انا مش مصدقه ان انت كده شايف نفسك اب. لولا الفلوس دي انت ما كنتيش هتلاقي تاكلي. انا كان لازم اعمل كده. طب والشركه بتاعتك؟ فلست، وانا ما رضيتش اقول لمامتك عشان ما تسيبنيش. انا بجد مصدومه فيك يا اسراء، انا كده حياتي اتدمرت. ماما ما بتحبنيش، اختي بتموت، وبابا طلع حرامي. انا كده ما قداميش غير حل واحد. لو سمحت، انا عايزه ابلغ عن بابا. عمل ايه؟ بيسرق دقات قلب اختي وبيبيعها. وايه كمان؟ هو ايه اللي وايه كمان؟ انتوا لازم تقبضوا عليه. هو مش اختك كده كده عيانه وبتموت؟ لا، انا اختي كويسه. باباكي مبلغنا ان عندها مرض خطير وكده كده هتموت، ودقات قلبها اللي بيبيعها دي بينفع بيها ناس محتاجاها فعلا. ده بيكذب عليكم، صدقني. بقول لك ايه يا شاطره، روحي انت اعملي الواجب ومالكيش دعوه بكلام الكبار ده، احنا عارفين شغلنا كويس. ماما، في حاجه مهمه قوي لازم تعرفيها. بعدين يا اسراء، انا مشغوله دلوقتي. روان مش بتموت، بابا هو اللي بيسرق دقات قلبها. انت بتقولي ايه يا اسراء؟ هي دي الحقيقه. هو الكلام ده بجد يا ياسر؟ اسمعيني بس، انا عملت كده عشان مش هسمع منك حاجه، طلقني. ماما استني. عاجبك اللي انت عملتيه ده يا اسراء؟ انت اللي عملت مش انا. اسراء الحقيني. ماما، اسراء، اختك مش بتتنفس. روان، ايه اللي حصل يا ماما؟ معرفش، لازم نوديها المستشفى دلوقتي حالا. يلا طمنا يا دكتور. روان دلوقتي حالتها مستقره، بس هي محتاجه نقل دقات قلب في خلال نص ساعه. تمام يا دكتور. ماما ما تقلقيش، انا هدي روان دقات قلبي كلها. لا يا اسراء، انا اسفه اني عملتك وحش طول السنين دي. انا بس كان نفسي اختك تبقى كويسه، وانتي كان معاكي دقات قلب كتير ففكرت انك ممكن تنقذيها. ما كنتش اعرف ان باباكي اللي بيعمل كده. ماما انت مش مضطره تتاسفي، دي مش غلطتك، دي غلطه بابا. لا، دي غلطتي انا، وانا لازم اصلحها دلوقتي. ازاي؟ انا هتبرع لها بكل دقات قلبي. قولي لاختك اني بحبها قوي وبحبك قوي انت كمان. ماما لا، ارجوك استني. اسراء، روان، انت كويسه؟ ايوه كويسه قوي، ودقات قلبي رجعت كمان. انت اللي اديتيها لي صح؟ لا، ماما ضحت بنفسها واديتها لك. يلا يا روان عشان نروح المدرسه. انا جايه اهو. ضاعفهم واديهم لحد محتاج.